البوستات اللي نازله النهارده ان في 50,000 واحد قدم على المنصه والكلام ده، الكلام ده بجد؟ لا مش لا بجد. لا لسه يراها كان من الاستاذ حسن بيقول لك لا المؤمنين. اصلا. اه. اي حد بيخش عليها سواء انت كتبت موافق رافض قدمت بيانات بتعد ان انت دخلت. بتتحسب يعني لو اصلا هم عاملينها المنصه الرقميه دي عشان هم مش عارفين عدد السكان الايجار القديم قد ايه، فالمنصه دي هتحصرها نسبيا كده بتقديم الناس اللي قدموا، وهم بالظبط يا من دكتور، خلال بالظبط. المنصه الرقميه دي هيقدروا يحصروا عدد الناس اللي في ايجار قديم. طب ده بالظبط. مش كلهم يا حبيبي، تمام لا يا لا، مش مدام الكلام ده كلنا بديع. حقيقي، لا هنقدم، الكلام ده حقيقي فعلا. الكلام ده مش حقيقي. كلنا هنقدم، لان احنا ما عندناش فلوس نقدم عشان ندفع فلوس في شقة جديدة، واحنا دافعين دم قلبنا في الشقة اللي احنا فيها. احنا عملنا جمعيات واللي عندها خاتم باعته واللي عندها لوشة باعتها عشان توضب الشقة اللي هتعيش فيها. جاي النهاردة تقول لا شقة تانية وتدفعي فيها تاني؟ قول الله. لا ده انت ده انت ده انت رايق قوي مش يا هينفع هذا مدبولي. كده. السكرتير. مش هينفع. اكبر دليل ان العقد بتاعنا دوت عقد جامد جدا جدا، هو ان هم اول ما يقول لك لا لازم الاول تتنازل عن العقد. يعني العقد اللي معايا ده قوي بقى، ما هو ده قوي. ايوه طب انتوا ايوه. خايفين من العقد ليه لما هو لازم اتنازل عنه الاول؟ اتنازل ليه الاول عنه طيب؟ هو عشان العقد شريعة قوي. المتعاقدين. شرط من الشروط بتاعة المنصة اللي انت تتنازل للمالك عن العين. المفروض دلوقتي احنا الموقع فتح بتاع السكن البديل، والمفروض في تفاصيل بنعملها وكل حاجة تمام، وهنحط ومين حضرتك اللي تفاصيل بتعملها؟ مين حضرتك؟ لوالدتي. اه، انت مستأجر وبتعمل لوالدتك السكن البديل، اه وهتروح تودي والدتك فين بقى؟ انتوا فين؟ محافظة ايه؟ احنا القاهرة. هتودي والدتك فين بقى؟ احنا قاعدين مع بعض. الشقة بقت هتروح باسمها. انت ووالدتك فين الحتة اللي انتوا هتروحوها؟ ما هو ده السؤال بقى، ان انا هحط التفاصيل ومفيش ولا جايب لي ان انا اعرف الشقة فين، ولا جايب لي هدفع كام ولا مقدم كام. وسمعت ان في تنازل بيتعمل الاول. طب انا لما اعمل تنازل الاول انا اروح فين؟ ابات في الشارع؟ انت دخلت ما لقيتش ولا مكان ولا مقدم ولا تفاصيل عن الشقة؟ انا ما اه. دخلتش. انت دخلت والمفروض ما لقيتش الكلام ده؟ ما لقيتش. اه. طيب وطالبين منك التنازل؟ في تنازل بيتعمل يعني اتنازلت؟ عملوه. لا انا لسه ما عملتش اي حاجه، انا شفت التفاصيل بس، وشفت اللي هو بتحطي بقى التفاصيل بتاعتك، تحطي الاسم وتحطي رقمك وتحطي كل حاجه. فانا لو حطيت الكلام ده وعملت 9 صفح كلهم، بحط الرقم اللي المسجل عليه باسم والدتي، هيجي لي رساله، احط الكود تمام، هتستنى رساله بقى لحد ما تروح تستلم الشقه. طب الشقه اللي هنستلمها دي هو ولا جايب لي تفاصيل عنها ولا هتبقى فين بالظبط، وانا اروح ارميها في صحراء يعني ولا ايه؟ حالة عملية للمنصة يا دكتور، يعني دي حالة عملية فعلا، هي جت هنا لوحدها للمنصة، ادي شغل المنصة بس. يعني انت كنت هتحس بعدد. قلقان من ايه فشجعت تخش على المنصة؟ انا الفكره ان في 7 سنين هيخلصوا، واكيد الملك هيجي يقول لنا باي باي، فقبلها لازم اكون ضامن حقي حتى. طب ما انت معاك عقد بيقول لك انت تعيش في الشقة دي مدى الحياة، يعني انت ليه مش مصدق العقد اللي معاك؟ بس ده انت لا تقدم ولا تتنازل عن عقدك، وانتظر بس كده، هي مسألة وقت ان شاء الله، مش هتطول، هيبقى في احكام ان شاء الله، ومش هيبقى في لا 7 سنين ولا 5 سنين ولا الكلام ده كله هيكون موجود ان شاء اصل يا استاذ حسن، ده انا عايز اقول لك احنا قاعدين على مستنيين الايقونه اصلا بتاعت السكن البديل دي تفتح، ويوم ما فتحت، طب انا بعد ما اخلص 9 صفح دول باي باي كده، هيجي يكلموني يعني يلا بقى تعالى اعمل تنازل بقى عشان تروح تستلم شقتك. طب انا هدفع كام؟ مقدم كام؟ هدفع كام في الشهر؟ طب في غاز؟ طب في الشقه تبقى فين؟ طب انت مش معرفنا اي حاجه. طب ما فيش الله. حاجات من دي. طب بس انا عايزه اسالك، انت هتتنازل عن عقدك؟ يعني انت كنت قابل تتنازل عن عقدك وانت مش عارف حتى
الشقه فلوسها قد ايه، وانت مش عارف انت معاك منها كام لا يعني. حضرتك مش كده. الاول كان الكلام امم. مختلف. الكلام كان بيقول اه. انك انت اول ما هتروح تستلم الشقه، تمام، اول ما تروح تستلم امم. الشقه هتعمل تنازل عن الشقه القديمه. يعني انا رحت نقلت حاجتي ايه، هروح بعد كده اعمل تنازل. اه ده بس لما شرط دخلت من المنصه الشروط. لقيت ايه؟ لقيت الموضوع مخيف بصراحه. الموضوع انا طب كده. ايه التفاصيل؟ ممكن تحكي التفاصيل بعد اذنك يا دكتور؟ ممكن تقول لنا بالظبط ايه اللي حصل، البيانات مطلوب منها ايه، تسمع الناس بس يعني الشكل بتاع المنصة من جوه عامل ازاي؟ الشكل بتاع المنصة، في الأول بيطلبوا أنا مستعجل أصلي ولا أنا ممتد إليه ولا أنا مين بالظبط، ومعايا أنا ست كبيرة، طيب أنا راجل، طيب أنا واحدة ست، بكتب التفاصيل دي كاملة. ومعايا أولاد، طب متجوزين، طب لأ. بحط التفاصيل دي وكلهم 9 صفح. بس أنا في حاجات طبعا أنا مش هفتكرها دلوقتي. بس انا لما هوصل الفاينل الاخير، فالفاينل الاخير ده انا بحط الرقم بقى اللي انا مسجل منه. فانا كده بقى وثقت، انا خلاص كده ما دام بعت الكود، شكرا. انا كده انا مستني منهم مكالمه او مستني منهم رساله اعرف شقتها هتبقى فين. اللي انا مش مختارها اصلا، المفروض انا اختارها اصلا يعني. تمام. هروح بقى طبعا استلم الشقه، والله اعلم استلام امتى، ولازم اعمل تنازل قبلها. دي حاجه انا عرفتها الصبح. تنازل إيه؟ قبلها ازاي بقى؟ ما هي النقطة دي اللي مهمة، انت حضرتك بتنازل. انا في مستشار الصبح دخلت معاه برضو جست. كان في حد بيقول له التنازل بيبقى قبلها. قال له هي حصل. بس انا لما لقيت اني انا ركزت الاول، انا على المحافظه تبقى فين. طب انا عايز انقل المحافظه اصلا. انت ليه مش حاطط لي شقق في المحافظات؟ ليه مش حاطط لي ان انا اعرف اختار الشقه هتبقى في الدور الثامن ولا الارضي، عشان انا معايا واحده ست كبيره؟ مش حاطط لي ليه التفاصيل دي؟ ما انا مش عارف امي في الثامن. فدي الفكره. ما انا واحد من الناس مثلا وافقت ان انا امشي. وافقت اهو. انت ليه بقى ليه تحطني في حاجات ان انا هرفض؟ انا قاعد بقى في شقتي مش همشي. دي فحسيت النقطه. ان في حاجة مش مظبوطة، حسيت ان في كمين انت وانت بتملى البيانات، اه صح؟ انا حسيت ان انا بتحط في كمين طبعا. مفيش وضوح، يعني مفيش وضوح. وهي الناس بتملى البيانات، مفيش وضوح خالص، مش يعني مش بيبين لك اي حاجة. مفيش تبقى شفافية في امتى الموضوع. ازاي خالص. هم عايزين بس مجرد حشو بيانات، ويتحسب ان في مستأجر قدم وعد بقى 50,000 100,000 200,000 وشكرا على كده.